السلام عليكم وتحية إليكم جميعا أينما كنتم. تحية جميع الأصدقاء والناس اللي غيشوفوا هذا الفيديو. دائما في إطار توضيح بعض الأحداث الاقتصادية التي عرفها المغرب على المستوى الدولي. من خلال هذا الفيديو بغيت نوضح واحد المسألة مهمة، وهي الأسباب التي تدفع المغرب إلى طلب ديون على المستوى الدولي، وخصوصا المغاربة تساهموا في هذه العملية أو في هذا يعني طلب ديون على مستوى صندوق النقد الدولي أو عن طريق إصدار سندات على المستوى الدولي. ليس فقط البنية التحتية التي تحتاج إلى عملة صعبة، ليس فقط الاستثمارات المغربية تحتاج إلى عملة صعبة، وإنما المواطن المغربي المستهلك المغربي يساهم أيضا في الطلب، يعني الطلب على يعني ديون بالعملة الصعبة أو الديون الخارجية، وخصوصا حينما يلجأ المغرب إلى طلب قروض من صندوق النقد الدولي. دونك المغاربة تيساهموا في هذا الطلب. بقى معايا في هذا الفيديو باش تعرف كيفاش المغاربة تيساهموا في طلب الديون من صندوق النقد الدولي. أولا يجب أن أذكر المغرب عرف مؤخرا ثلاث أحداث مهمة. الحدث الأول كان هو خروجه من المنطقة الرمادية، وهذا جاء من بعد قرار ديال الجافي، يعني لو جروب داكسيون فينونسيير، اللي هو واحد المجموعة التي تسهر على مراقبة العمليات المتعلقة بتبييض الأموال، ولا يعني العمليات المتعلقة بتمويل الإرهاب. المغرب خرج من المنطقة الرمادية، تعني أن المغرب أصبح عنده يعني أصبحت عنده مراقبة صارمة في هذا الموضوع، يعني مراقبة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصا على المستوى البنكي. وهذا أعطى واحد الصورة مزيانة في الخارج، خصوصا الشركات الكبرى، الشركات اللي عندها واحد الكابيتال مهم في البورصة ديال باري أو لا بورس دو نيويورك، خصوصا لي زونتربريز اللي داخلين لانديس بورسيير ديال كاك 40، او بيان لي زونتربريز اللي داخلين في لانديس بورسيير ناسداك. دونك هاد الشركات الكبرى يعني تتختار انها تستثمر في واحد البلد اللي ما تيكونش في المنطقه الرماديه. دونك اهم شيء في هاد خروج المغرب، واهم شيء حققه المغرب، هو ان ولات عنده واحد الصوره مزيانه في الخارج، وهذا غيدفع هاد الشركات الكبرى العالميه تستثمر في المغرب. دونك هذه نقطه يعني سجلها المغرب، وهي نقطه مهمه وهو حدث مهم عرفوا المغرب، خصنا كمغاربه نعرفوا بحال هاد النوع ديال الاحداث. الحدث الثاني هو ربما عنده من خلال التحليل ديالي انايا، انا تيبان لي عنده يعني عنده علاقه بالحدث الاول، يعني خروج المغرب من المنطقه الرماديه. هو المغرب بدا تيطلب يعني ديون على المستوى الدولي عن طريق اصدار سندات في الخارج. وملي تنتكلموا يعني ديون على مستوى طلب ديون على المستوى الدولي، يعني طلب العمله الصعبه، يعني طلب الدولار او بيان لورو، لان السندات اللي تيشروها دي يعني المستثمرين الاجانب تيشروها بالدوفيز، تيشروها بالدولار، وهذا من طبيعه الحال تيزيد من لا ماس مونيتير اون دوفيز في السوق الماليه، تيزيد من لي ريزيرف ديالنا اون دوفيز. وهادو نقاط مهمه عرفها المغرب مؤخرا. ولكن المغرب مؤخرا طلب واحد لانين دو كريدي من صندوق النقد الدولي، واحد لانين دو كريدي ديال 5 مليار ديال الدولار، يعني 50 مليار ديال الدرهم. الوغ كيفاش حنا كمغاربه تنساهموا في اخذ ديون من الخارج، وخصوصا من صندوق النقد الدولي ولا بنك مونديال؟ كيفاش تنخليو الدوله تمشي تطلب ديون من الخارج اولا عن طريق اصدار سندات؟ بطبيعه الحال خصنا نعرفوا شنو هما الحاجيات ديالنا. الحاجيات ديالنا الاساسيه، وعندنا حاجيات غير اساسيه. الاساسيه هي البترول والقمح ولي بييس دو ريشانج وبعض المواد اللي متعلقه بالمنزليه، البناء، بزاف ديال الاشياء اللي تتكون ضروريه. ولكن للاسف المغاربه في السنوات الاخيره، وخصوصا مع تطور التجاره الالكترونيه، اصبحنا نستهلك كثيرا المنتجات
الأجنبية، وهذا اللي تيخلي الطلب على العملة الصعبة يرتفع. إذا المغرب حاليا يعني يتوفر فقط على 6 أشهر لاستيراد يعني الحاجيات ديالنا من الخارج. العائدات اللي تجي من صادرات الفوسفات، المواد الفلاحيه، لي فواتور، لي ترانسفير ديال لي زيميغو ولا المغاربه المقيمين بالخارج، او لا العائدات اللي تجي من التوريزم يعني من السياحه، خصوصا من بعد الازمه ديال كوفيد، فهي غير كافيه لاستيراد المواد من الخارج. دونك الحل الوحيد باش يعني نوصلوا لواحد لا بالونس دو بيمون يكون ايكيليبري، يعني العائدات اللي تجي من الصادرات تكون يعني متوازنه مع الحاجيات ديالنا من يعني المشتريات ديالنا من الخارج. هو ان المغاربه يجب ان يعني تولي عندهم واحد الثقافه في الاستهلاك، تولي عندهم واحد الثقافه في الاستهلاك بشكل عقلاني. ما خصناش نشريو منتوجات ثانويه، نشريو فقط المنتوجات الضروريه والاساسيه. لان ملي تنشريو المنتوجات اللي تكون ثانويه وما تنكونوش محتاجين ليها، تكون عندنا في الدار تنبغيو نبدلو بعض الاشياء المنزليه، تكون عندنا في الدار تنبغيو نشريو اشياء منزليه اخرى ساشون اللي هي كاينه في الدار. مثلا تلفازه تنبغي نبدل التلفازه، التليفون تنبغي نبدل التليفون، الثلاجه تنبغي نبدل الثلاجه. دونك اش يوقع هنا؟ تيولي طلب على الدوز، لان المواطن المغربي ملي تيمشي يشري هاد المنتوج اللي جاي من الخارج تيشريه بالدرهم، ولكن اللي تيستوردوا من الخارج تيستوردوا بالعمله الصعبه. هذا هو اللي تيخلي المستوردين يكون عندهم طلب على العمله الصعبه، هو اللي تيخلي انخفاض القيمه ديال الدرهم. وملي تينخفض القيمه ديال الدرهم تولي عندنا مشكل ديال التضخم، تولي عندنا مشكل ديال ارتفاع الاسعار. دونك خصنا نغيروا من هذا السلوك ديالنا في الاستهلاك، وخصوصا المنتوجات اللي تكون ثانويه ما تكونش ضروريه واللي تنشريوها من الخارج. وهنا غادي نقدروا نوصلوا لواحد ليكيليبر، وهنا غادي نقدروا يكون عندنا واحد لا بالانس دو بيمون ايكيليبري، يعني حجم الصادرات تكون عندنا بحال حجم الواردات، ولما لا نوصلوا لواحد الوقت ليكسيدون. دونك خصنا على الاقل يعني في الفتره ديال اللي تيعيش البلد ديالنا واحد الازمه ماليه، ازمه اقتصاديه، وهي اللي عشناها مؤخرا وهي اللي تنعيشوها الان، هي ارتفاع الاسعار. على الاقل يعني نقصوا من شراء المنتجات المستورده، وخصوصا يعني المواد المستورده اللي تتكون ثانويه ما تتكونش ضروريه. فوالا، وصلنا لنهايه الفيديو. تبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.